الله يسعد أوقاتكم يا رب. خلونا مع بعض نحضر حلا سهل وسريع. النكهة خرافية رائعة، عبارة عن توليفة بين المكسرات، زبدة اللوتس والكريمة والنيوتيلا. بالمحصلة رح نحصل على طعم رائع، وبوعدكن بس تجربوها رح تعجبكن كتير. ويلا مثل العادة خلونا نبدأ. بسم الله. بالبداية رح احتاج كمية من بسكوت اللوتس، موز، مكسرات حسب الرغبة، كوب كريمة سائلة، كوب كريمة بودرة شانتيه، زبدة اللوتس، نيوتيلا، وشوية مي متلجة. هلأ أنا ما حددت كميات ثابتة بالنسبة للبسكوت، لأنه هذا النوع من الحلويات ممكن يختلف حسب حجم الكاسات، حسب حجم الإضافة. يعني في ناس بتزود كمية الكريمة، في ناس بتقلل، في ناس بتزود كمية البسكوت، فهي يعني أمور نسبية. فهذا الشي بيرجع لكل ست بيت كيف بدها تحضر الكاسات الخاصة فيها. أنا بالبداية جهزت كل المكونات قدامي وبعدين بلشت شغل. طحنت المكسرات، أنا استخدمت البندق، انتو فيكن تستخدموا أي نوع مكسرات متوفر عندكم. بعدين قطعت الموز، وهلأ بلشت بخفق الكريمة. في ملاحظة صغيرة أنا بس حابة لكم عليها، أنا أي صحن بدي أخفق فيه كريمة بحطه بالفريزر تقريبا حوالي نص ساعة قبل ما أشتغل فيه. هذا الشي بيساعد لأنه الكريمة تتماسك بسرعة وتاخد معنا قوام مرتب ومتماسك. أنا حطيت كريمة شانتيه، كريمة سائلة، وحطيت شوية مي باردة. رح ضل أخفق لحتى أحصل على القوام اللي بدي إياه. هلأ بنحضر كيس الكريمة وبنحط كل كمية الكريمة فيه. أنا استخدمت هذا القمع. طبعا قبل هيك أنا كمان طحنت البسكوت وخليته على جنب. هلأ البسكوت حبيت خليه خشن بهالشكل. هلأ منجيب الكاسات ومنفضي أول شي طبقة بسكوت، بعدين أنا حضرت شوية حليب مع نسكافيه وسقيت فيه البسكوت. وهاي الخطوة اختيارية، بس هي فعلا بتعطي طعمة كتير طيبة. بعدين بنضيف الكريمة، بنحط شرايح الموز، تمام. هلأ بنرجع بنضيف كمان طبقة بسكوت، بعدين حطيت المكسرات، بعدين ضفت نيوتيلا، وآخر شي رح ضيف الكريمة. هيك بنكون حضرنا ضيافة سهلة وسريعة.
وبنحطهم بالبراد حوالي ساعة وبعدها بصيروا جاهزين للتقديم. وهيك بتكون خلصت وصفتنا لليوم. إن شاء الله يا رب يكون عجبكم الفيديو، وإن شاء الله يا رب كون ضيفة خفيفة على مسامعكم، وبنلتقى بالفيديو الجاي إن شاء الله. لوقتها يا رب تضلوا بألف خير. وإذا كنتوا لأول مرة بتشوفوني بتمنى تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب.